وفاة طليق بوسي بشكل مفاجئ. توفى المنتج ورجل الأعمال وليد فطين طليق المطربة بوسي بشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء. جاء على حساب الفنان حمزة الصغير على فيسبوك قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا فطين ويغفر لك، وطلب لجمهوره إن هم يدعوا له ويقروا الفاتحة. وجاء ذلك بعد قليل من استغاثته لجمهوره وهو يقول: أغيثوني فقد سرقت الشيكات التي كتبتها على المطربة بوسي وتقدر ب8 مليون جنيه، واتهم فيها زوج الفنانة بوسي، اتهم فيها بتصريح واضح هشام ربيح صاحب مركز تجميل بسرقة الشيكات، وحرر محضر بذلك. وقد أخذ هشام ربيح 15 يوم حبس استمرار لأنها ثبتت عليه التهمة. وبمراجعة الكاميرات تأكدت التحريات أن فعلا زوج الفنانة بوسي استولى على شيكات ووصولات أمانة تقدر ثمنها ب8 مليون جنيه، غير أن الفنانة بوسي حرمت طليقها السابق أن يرى ابنه، مما أدى إلى دماره نفسيا. وقد أكدت شقيقة المتوفي ذلك أن الفنانة حرمته من أن يرى ابنه، مما أدى إلى دماره الشامل نفسيا.